بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم السمك الماكريل ده او البلاميطة او الروسي، زي ما يكون بقى مسماه في بلدكم. هو بيبقى مختلف من اسم من بلد لبلد يعني. زي ما انت شايفة كده انا معايا كيلو. انت اعملي الكمية اللي تحبيها، تمسكي كده تقصقصي الزعانف بتاعته او اي زوايد من بره، وبعد كده تفتحي بطنه كده وتطلعيه، وبعد كده بقى تشطفيه بالراحه خالص تحت الميه. يا ريت تبقى ميه هاديه، لانك لو عليت الميه السمك ده بيبقى دايب جدا من جوه وممكن يتفرفت معاكي ويتهري. بالراحه كده هيتنضف معاكي بكل سهوله. زي ما انت شايفه اهوت، بحوش الزعانف والزوايد من بره بكل سهوله. تمام كده. وبعد كده بتشيلي الدماغ ديت وبتفتحي بطنه وبتشيليها بتنضفيها من جوه، وبعد كده بتفتحي الميه هادي جدا. ما تعليش الميه زي ما قلتلك، لان بطنه من جوه بتبقى ناعمه خالص. بتشيلي السلسله الدم اللي جوه ديت، لان هي دي اللي بتخلي السمك زفر معانا. واي سواد بقى من جوه شيليه، مش هياخد معاكي اي وقت. تمام. السمكه دي جميله جدا جدا، تنفع تعمليها مشويه او مقليه او في صينيه بالحاجه اللي انت تحبيها بقى. زي ما انتوا شايفين ما اخدش معايا اي وقت. تمسكي السمكه بقى، عايزه تسيبها زي ما هي كده بحالها براحتك. انا بحب اجزلها كده، بقسمها نصين. ولو السمكه معاكي كبيره ممكن تتعمل لتلاتة كمان، تتجزل لتلاتة. بتشطفيها كده تحت الميه مره كمان. وبعد كده بقى بتعصري عليه ليمون، بتتبليه بالليمون كده. واهم حاجه خالص بعد اي سمك تنضفيه، تنضفي مكانك كويس جدا جدا، لان ريحه الزفاره طبعا بتاذينا كلنا. فانت لازم تنضفي كده وتطهري الحوض بتاعك بديتول وصابون سائل. تمام كده. بعد كده انا عندي الخلطه دي بكون مجهزاها عندي لاي تمليحه سمك. تمام. فلفل، هي عباره عن توم وفلفل. تمام كده. وتوابلك بقى، شطه، كمون، كزبره، بابريكا، التوابل اللي عندك، توم باودر، بصل باودر، كل التوابل اللي تحبيها ضيفيها. تمام كده. وتقلبي كل التوابل دي مع التوم والفلفل. ممكن على فكره تدقيها في الهون او تعمليها في الكبه. تمام كده. وتمسكي بقى بطن السمكه زي ما انتم شايفين كده، بفتح الديل وبتتبلي السمكه من جوه كويس قوي، وتسيبيها 10 دقايق. تمام كده تتبل. وبكون بقى حاطه طاسه في الوقت ده على النار، على نار وسط، وحاطه فيها زيت يسخن، وعندي دقيق وحطيت فيه معلقه من النشا او معلقتين حسب بقى الكميه اللي عندك. تمام كده. النشا بيدي قرمشه للسمك من بره جميله جدا، بيخليه حلو قوي ومقرمش. تمام كده. هتبتدي تبلي السمك كده على جميع النواحي زي ما انت شايفه. عندي طاسه فيها زيت سخن على نار وسط. تمام. تبتدي ترص السمك، اول ما ياخد اللون الذهبي ده من ناحيه تقلبيه على الناحيه التانية زي ما انت شايفه كده. ما تعليش النار قوي عشان ما يتحرقش منك وياخد لون، ما يكونش استوى من جوه. يلا يا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده انا بعملها. تمام كده. وتطلعي دور وتحطي بقى اللي بعده، مش هياخد معاكي اي وقت ويطلع باللون الذهبي الجميل ده. السمكه دي حلوه قوي زي ما قلت لك، تنفع صينيه، تنفع مشوي، تنفع مقلي. هي جميله قوي قوي في تلك جميع حالاتها يعني. السمك ده بيبقى حلو. تمام كده اهوت. بتطلعي بقى، مش هياخد معاكي اي وقت زي ما انت شايفه. ممكن بقى تعملي جنبه رز احمر، رز بالبصل المكرمل، رز ابيض، وبيليق جنب اي رز. تمام كده. تحفه ومش هياخد معاكي اي وقت. يلا يا حبيبتي، اذكري الله، قولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين لونه حلو ازاي ومقرمش؟ ده عشان معلقه النشا اللي احنا حاطينها. وعملنا جنبه شويه رز ابيض وشويه طحينه، وجنبه شويه سلطه بقى زي ما تحبي ومخلل. وعيش بقى اكله شتويه جميله جدا. يلا مع السلامه.